السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. غنقدم لكم الحلقه 26 مسلسل الدم المشروق. المهم اصدقائي، كما شفنا بان رقيه ولات كتهجم. رقيه ما بقاش السيده كتسرق البقار اولا كتشفر شي حاجه، ولات السيده كتهجم وكتصفيها الواحد عاين باين. واخا ان كيعرفوها بان ولادها، ما بقاتش اصدقائي رقيه مسوقه نهائيا. لحقاش رقيه وهي ولات شاده السوق. المهم الطبيب اول حاجه اصدقائي راه صفاوها للطبيب. المهم فاش كانوا حاضين وفاش كان خرج وتبعوا اصدقائي، تبعوا الاخ ديال رقيه وتبعوا ولده حمد، راه صفوها ليه. وهذا الشيء كامل حاضر اصدقائي يونس كيشوف فيهم. يونس فاش شافوا تاني بان مشاو تاني للبشير قال لهم زقا او واش نتوما باقلكم ولا شنو، واش انا غادي ندخل راسي في هذه المشاكل؟ يعني يونس هو جاي على اساس باش انه يكتشف الحقيقه. ولكن فاش شاف السيد بانه كيصفيوها الناس عين باين، وراه غادي يولي خايف على راسو، غادي يقول او هذه غادي تكتشفني، صدق انا مشيت فيها، صدق ساعده كتقلب على صالح انا نمشي فيها. المهم البشير اصدقائي صفاوها ليه، حيت فاش دخلوا هما كانوا غادي للبشير، ما كانوش باغين انهم يصفيوها لحمزه. فاش كانوا كيضربوا راه كانوا غادي للبشير كيضربوا فيه، وحمزه كان كيقول لهم لا زقاو زقاو مبالا. هما ما جايينش على اساس حمزه، لحقاش رقيه ما قالتش لهم صفيوها لحمزه، قالت لهم صفيوها للبشير، لان عرفات بان البشير هو اصدقائي اللي صيفط داك الطبيب. عرفات رقيه حيت قالت رقيه بان ماشي انا، يعني شكون اللي غادي يكون؟ راه كاين غير رقيه وكاين البشير بوحديتهم. صافي اصدقائي البشير يعني في الحلقه المقبله غادي يموت. المهم صافي حمزه هو اصدقائي اللي غادي يقابل داك الشيء ديالو، ولكن حمزه راه اي لحظه غادي يصفيوها ليه. حمزه اصدقائي رقيه ما مصدعاش راسها بحمزه، عارفه بان حمزه ما فيه يدوش، حمزه كيدير داك الشيء اللي كيقول ليه البشير. ولحقاش اصدقائي البشير ما بقاش السيدوا قادر يوقف على رجليه، وما بقاوش الناس ضايرين بيه هذوك اللي كيعطيوهم الفلوس، وما بقاش صافي ما بقى حتى شي حاجه في الرادار رقيه. والمهم كذلك اصدقائي شفنا بان رحمه، باش نعرفوا بان رحمه انسانه شريره كتشوف الاخت ديالها كتعذب قدام عينيها وما حناتش فيها. يعني واش هذه هي اللي باغا تقابل خواتاتها؟ لحقاش اصدقائي خيره راه خلات لهم داكشي كامل غير باش تخلي ان بناتها يكونوا مجموعين. ولكن رحمه ما كايناش المحنه في قلبها، لحقاش هي ما شحال هذه ما كانتش المحنه تجاه الام ديالها، ما حناتش فيها، اولا تلقى ليها شي عذر، ولا تقول السيده كانوا عندها شي حوايج داكشي علاش لحتنا. لا، رحمه كبرات وبقى داك الحقد في القلب ديالها، وما كانش اصدقائي كتبغي لا سعيده لا غيتا. راه حنا شفنا سعيده قالت لها سيري في حالاتك، خدات لهم الرزق ديالهم، خدات لهم الفلوس ديالهم. وانا قلت لكم بان رحمه راه هي اصدقائي اللي صيفطات الولاد ديال رقيه وباش تصفوها لصالح، وهي اللي اتفقت مع رقيه. راه داكشي علاش جابتها للسوق، لان رقيه قالت لها شوفي انا غادي ندير معك هاد الحاجه وغادي نصفيوها لصالح، لان رقيه ما عندهاش غرض هي بصالح يموت. اش بغات هي رقيه؟ صالح واش صالح كيجي لعندها؟ واش كيقرب ليها؟ ما كيقربش ليها. هي عندها غرض بالسوق، انها كما قلت لكم هذاك الراجل اللي كانت لقات غيته راه هو اصدقائي داك الراجل اللي حاضي السوق، داك الامين ديال السوق راه هو اللي صفاتها لي، حيداتهم من الطريق باش ما يبقاش يبرزطها، باش ما يبقاش يصدعها. صافي حيداتهم من الطريق ديالها ولات في بلاصتو. اصدقائي رحمه هي اللي عندها غرض بصالح. علاش؟ لحقاش صالح داخل اصدقائي في الورث. صالح كيبغي سعيده، صالح كيعرف الشاده والفاده، صالح كبر في تماكينه، صالح بوت هنا النبات ما غاديش يتزعزع عليها من تماكينه. داكشي علاش هي بغات تبقى بوحدها. راه كما شفنا بان رحمه جرات عليهم كاملين. شكون اللي خلات قاسم؟ علاش خلات قاسم؟ لان قاسم عرفاتو انسان شلاهبي، غادي يبدا يدير ليها المشاكل، غادي يبدا يصيفط ليها تاني رجال اخرين، غادي يبدا يعمل ليها الصداع. داكشي علاش دارت يد مع رقيه باش تقول مع راسها ان هنا باش ما تبقاش رقيه دير لي الصداع. ولكن غير تصيدات، لان رقيه ما كفاهاش داكشي اللي خدات. دابا هي خدات السوق ولا تلامين، دابا هي غادي تبدا ثاني تقرب انها دي مازال حوايج اخرين حتى ترجع داكشي اصدقائي اللي كان ديال باها. لان كما قلت لكم ان خيره هي اللي دات ليها كل شيء. راه كما قلت لكم اصدقائي في الحلقه الاخيره راه غادي نكتشفوا ان رقيه راه هي الضحيه في هذا الشيء كامل. هذا الفيلم اللي داير راه هي الضحيه، واخا كنشوفوها شريره، راه اللي خلاها انها تكون شريره هو الانتقام، باش انها ترجع داكشي كامل اللي ديالها. ولكن اصدقائي المهم غنقول لكم ان غيتا
غيتا فعلا غادي تبغي دير داكشي اللي كتقول ليها رحمه، حيت ميلود غادي يقول ليها اجي نصوروا، اجي نديروا فعلا اصدقائي، غادي نصوروا، غادي يصوروا ديك الجوج اللي خزنا رقيه، غادي يصوروا اشنو كدير رقيه، غادي يصوروا كلشي، داكشي كامل غادي يبقى في التليفون. الدليل ديال رقيه انها انسانه شريره، وانها انسانه كتصفيها الناس. غادي يبداو اصدقائي يسجلوها اوديوات، غادي يبداو انهم كما قلت لكم يصوروها، حيت هي دابا رقيه ما كتخليش الدليل. واخا كاع يجيو البوليس، واخا كاع يمشي شي واحد يقول لهم راه رقيه ولادها هجموا عليا، كيقولوا لهم عطيونا الدليل. راه بطبيعه الحال هي غادي تمشي وغادي تقول لهم ماشي انا، ماشي ولادي كيظلموني. يعني دابا غادي يكون دليل عند غيتا وعند ميلود. ولكن اصدقائي كما قلت لكم ان غيتا غادي تخرجها غير سعيده، لان قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، قلت لكم ان سعيده غادي يقولها ليها يونس، وغادي تولي في البال ديالها بان اختها كتعذب تما كاينه. المهم اصدقائي مازال غادي تخرجها، ولكن بطريقه اللي هي فنيه. فاش غادي تشوف رقيه بان ما بقاش عندها غرض بغيتها، وفاش غيتها غادي تقول لرقيه شوفي انا ولدك راه ما بقيتش بغيتو، انا صافي عطيني غير اتساع وما نقول حتى شي حاجه، عطيني غير اتساع خليني نمشي في حالتي. غادي تقول لها غادي تمشي في حالتك، ولكن ولدي غادي يبقى ليا انا ديالي، حيت دابا هي رقيه كتقول بان دات ليا ولدي. واش خير دات ليا الممتلكات وتجي دير ليا ولدي؟ ما يمكنش. هذاك الشيء علاش اصدقائي كتعذبها. وميلود غادي يتفق مع غيتي، غادي يقول لها شوفي انا وياك خاصنا نتفارقوا، الا بقينا مع بعضياتنا راه هذه ما غاديش تخلينا. فاش غادي تفارقوا وعادي يعملوا ديك الخطه، وكما نيت قالت لهم رحمه، قالت لهم عرفوا كيفاش تهضروا، عرفوا كيفاش انكم تقدروا انكم تخرجوا ريوسكم من هاد المشاكل، عرفوا حيت فعلا الا هما هربوا ما غاديش تخليهم رقيه. ضروري شي خطه باش ان غيتا تخرج، لان كما قلت لكم غيتا فاش غتخرج، فاش غتفارق مع ميلود، يعني غادي ترجع لحمزه، غادي ترجع اصدقائي لحمزه، غادي يبغيو انهم ينتقموا من رقيه. لحقاش غيتا غتبغي تنتقم من رقيه، حمزه غيبغي ينتقم من رقيه، حيت هو اصدقائي اولا هي اللي صيفطات ليه ولادها وقتلوا ليه باه. يعني عندهم هدف واحد غادي يكونوا غاديين عليه. ولكن اصدقائي ميلود غادي يبقى مع الام ديالو، ولكن ماشي غيبقى معاها لحقاش باغي يخدم معاها، غيبقى معاها غير باش ان غيتا ما تاديهاش. هادشي اصدقائي اللي غادي يوقع. وبالنسبه لصديقائي كما قلت لكم ان الطبيب راه صفاوها ليه، داك الطبيب داك اللي جا كيعطيه الرشوه وكيخدم معاه حيدوه حتى هو من الطريق، قالوا لي حيد. يعني انت كتبقى خدام مع ناس اخرين. يعني حمزه اصدقائي ما غاديش يبقى ليه مازال ما يدير، ولكن مازال اصدقائي غادي يعملوا خطط كما قلت لكم هو وغيتا. وبالنسبه لسعيده اصدقائي كما شفنا بان صالح قال لها التليفون هو اللي فيه الدليل شكون اللي صفاها لي. لان اصدقائي فاش كان صالح في المهم في الكوري، المهم تما كان في ديك البلاصه، فاش كان يعني الشخص اللي جا عفوا انه يصفيها لي صورو وبلا ما يعرف، وصوروا بلا ما يعرف، وبقى داك الفيديو مخزون في التليفون. يعني هذا اللي قلت له اصدقائي، وكما قلت لكم انها رحمه راه هي اللي عندها التليفون، يعني هي اصدقائي اللي مخبيه التليفون. وديك القضيه اصدقائي اللي دارت ان صونت لي قالت لي عندك البقار عندك هادي ما هادي، راه داكشي كامل غير خطه من رقيه ومن رحمه. وداك العرس اصدقائي غيتا هي اللي كانت ضحيه، لان داكشي ديال العرس وداكشي ديال التخربيق داكشي كامل خطه باش ان صالح يحيدوه من الطريق ديالهم، وكذلك باش حتى غيتا تحيدها من الطريق ديالها. المهم اصدقائي عطيتكم بعض احداث مسلسل الدم المشروك. اللي عنده احداث توقعات يخليهم لنا في التعاليق، ما تنسونيش بلي لايك، زيدوا شجعوني اكثر واكثر. بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.